نخلي بالنا إن لما يكون عندنا مشكلة صحية، لما ندور على دكتور ولا على معالج نفسي، نتأكد إن هو عنده الصلاحية وعنده الكفاءة إنه يقدر يساعدني. مش بس كده، من حقك على الدكتور وعلى المعالج إنك تتحقق من شهاداته قبل ما تقعد معاه. وعشان كده دايما بيتقال إن ترخيص المكان، شهادات اللي بتقول إن أنا بشتغل الشغلانة الفلانية، محاسب، قانوني، دكتور، تكون موجودة، تكون في متناول رؤية الشخص وهو داخل مكتبك، لأن دي بتدي مصداقية لعلمك، بتدي مصداقية للخبرة بتاعتك. لكن لو أنا النهاردة حد بيروح لشخص ما والشخص ده ما هواش مؤهل انه يساعده، حتى لو الناس بتستهيف، وانا طبعا ضد هذا الموضوع، المشاكل النفسيه والامراض النفسيه، فتتخيل انها ممكن تروح تتكلم مع اي حد. لا، دي اسرار بيوت، دي اسرار مشاعر، دي اسرار افكار، ليها نفس قدسيه انه يحط ايده على الطحال بتاعه في عمليه جراحيه. وبده يخليني اقول انه زي ما حضرتك لما بيكون عندك دور برد تختار انك تروح للدكتور انف واذن، مش معقول يبقى عندك برد وتروح لدكتور عظم. ده كده معناها ايه؟ ان انا مش حريص على الامانه اللي حملت بيها من ربنا. جسمنا وعقلنا ومشاعرنا وافكارنا امانه، فلما حد بيديك امانه لازم تاخد بالك منها.